وقصتنا النهارده بتبدأ مع برنامج، والبرنامج ده بيقابل مجموعة شباب وبنات عشان يعرف قصة كل واحد منهم وازاي بدأ قصة حبه، ويا ترى قدروا يكملوا مع بعض ولا فشلوا. والمقابلة دي موجود معانا فيها 3 شباب و3 بنات. وأول شاب معانا في المقابلة اسمه جاي، وده مهندس معماري وعنده 32 سنة، ولأن والده غني جدا فشغال في شركتهم. ودي اسمها يون، عندها 29 سنة وعندها وكالة صغيرة كده على قدها للتسويق، وعشان كده شغالة فيها لوحدها. وده جون عنده 29 سنة وهو أساسا ابن عم جاي وشغال برضه مهندس في نفس الشركة. أما ديرين عندها برضه 29 سنة وبتشتغل في كل حاجة لأن ما عندهاش وظيفة ثابتة. ودي معلمة رياضة ثانوي وعندها 30 سنة، ودي أصيع واحدة فيهم لأن شغلتها في الحياة هي المواعدة، لدرجة إن سموها المواعدة المتسلسلة لأنها بتبدل في الرجالة كأنها بتبدل في شرابات، يعني حاجة كده مقرفة. أما ده كانج وعنده برضه 29 سنة وشغال مؤلف روايات. وبعد ما اتعرفنا على كل الشخصيات هنبدأ نتعرف على قصص الحب بتاعتهم، وفي منهم 2 دلوقتي أساسا بيحبوا بعض، واللي هي رين وجون. وبدأ كل واحد منهم يحكي لنا قصة حبه. وكانت البداية عند يون، وبتقول إنها حبت شاب ومش قادرة تنساه أبدا، بس انفصلوا عن بعض من سنة ومع ذلك لحد دلوقتي مش قادرة تنساه. والشاب ده هو نفسه جاي، وكانت بالنسبة له حب عمره، واللي برضه مش قادر ينساها أبدا لأنه ما قدرش يشوف غيرها من ساعة ما شافها. ومن وقتها بقى حاسس إن هما الاتنين بس لوحدهم في الدنيا دي، يعني ملكت عيونه وقلبه. وهو بالنسبة لها كان حاجة كبيرة قوي لأنه جالها في وقت كانت محتاجاه، فكان بالنسبة لها أجمل هدية بعتها القدر ليها. وقصة حبهم الفعلية بدأت في 2019 لما جاي خد أجازة وطلع على مصيف، ووقتها كانت يون هي اللي راحت تجيبه من المطار. ومن أول لحظة شافت فيها جاي أعجبت بيه حتى من قبل ما تعرفه أساسا، ومن شدة إعجابها بيه ما كانتش راضيه تخليه هو اللي يشيل الشنط، وعايزه تشيلها مكانه وتحطها هي في العربيه. حتى نفسه هو استغربها وركبته معاها وهي طايره من السعاده. وطلع ان اللي بعتها واحده اسمها رارا، ولانها مشغوله في المطعم بتاعها فبعتت يون هي اللي تجيبه لانه متعود كل سنه يروح المكان ده. وهو برضه من اول ما شافها اتشدلها، وبدا كمان يبص لها من كحك لكحك لانه مستغرب جدا شخصيتها الجريئه والمرحه. وبدا يحس كمان ان حواليها علامات استفهام كتير، فالفضول خده انه يعرفها اكتر. وطول ما هو قاعد معاه كان هو اللي محروق منها لانها قعدت تغني مع الاغنيه اللي شغاله، وطلبت منه كمان هو يغني، فقعد يبص لها وهو مستغربها اكتر وهو بيضحك بينه وبين نفسه. وبدا كمان يقع في حبها بدون ما يحس، وده لانه بيحب الست المرحه والفرفوشه. واكتر حاجه كمان شدتها ليه كانت مشاكسه، لانها قالت له الفضول كان مجنني عشان اشوفك، لانه كان مأجر كرفان مش مرخص، فخدت له الكرفان بنفسها وودته له لحد الشط. فقال لها ما تستغربيش ولا حاجه، لان كان عندي امنيتين في حياتي ونفسي احققهم من وانا عندي 20 سنه، واولهم ان اعيش شهر في كرفان لوحدي، والتاني ركوب الامواج لمده شهر برضه، ومش عايز حاجه بالدنيا بعدها. وبدات كمان تكلمه بدون تكلف ورسميات، وقالت له انها كمان بتشتغل في مطعم رارا في الفتره بس اللي موجوده فيها في المصيف، ولانها كمان شخصيه مجنونه فبدات تقترح عليه الاماكن اللي هيروح بها في الكرفان بتاعه عشان يستمتعوا بالقهوه سوا ويشوفوا المطره وهي بتنزل. ويا دوبك لسه بيقتنع بالفكره دايرت على كعبها بدون حتى ما تساله، وهي بتقول له عشان تحقق الامنيه دي يبقى انت لازم الاول تطلع رخصه. وخدته بالفعل عشان تطلع له رخصه، فقعد يبص لها وهو مستغرب ومصدوم لانه بدا يتاكد انها فعلا مجنونه، بس جنونها عجبه حبتين 3 4 حبات. ومن وقتها هو كمان بقى مجنون بيها لدرجه انه كل ما يشوف مقطوره يفكر فيها. ولما وصل الشط فضل طول الوقت مراقبها وهو مبسوط لانه شايف فيها كميه حيويه مش طبيعيه، لدرجه ان صاحب المطعم قاعد يكلمه وهو اساسا مش مركز معاه. ولما قرب منه قعد يوصف له في جمال يون وقد ايه ابتسامتها جميله. فصاحب المطعم قال له دي ما بتخليناش نبطل ضحك انا ورارا، بس للاسف حبيبها انفصل عنها هنا لانها برضه كانت جايه تركب الموجه وسابها في المصيف، فزعل واتضايق عشانها. وهو بيقول له زي تحب واحد متخلف زيه، انت مش شايف كميه الطاقه اللي فيها؟ فصاحب المطعم قال له خلي بالك دي بتاكل كتير. فقال له ما تقلقش انا بحب اللي بياكلوا كتير. فقال له لو عايز تاخدها معاك خدها، بس قبل ما تاخدها معاك لازم تعمل لها عمليه تعقيم. وطلع ان صاحب المطعم بيتكلم كل الكلام ده على الكلبه اللي يون عماله تلعب معاها. ولما لقى جاي اتصدم لان كل الكلام ده كان على الكلبه ومش عارف ازاي كلبه هتركب الامواج. فقال له ده انت كده شكلك تقصد سيون. ففرح جدا لما عرف اسمها، بس المفاجاه انها اساسا مغيره اسمها. وقعد يبص لها وهو مبسوط وطاير من السعاده وكانه لقى نفسه معاها. بس يون كمان مش مغيره اسمها وبس، دي كمان مش شايله تليفون، وكل ما تحب تعمل مكالمه تاخد تليفون صاحب المطعم. وحتى لما طلب منها تشتري واحد قالت له مش محتاجاه. وبالليل في الحفله اللي معموله في المصيف فضل طول الوقت مركز معاها وكانه مش شايف غيرها في الحفله، وعشان يلفت انتباهها ليه فتعلم اللعبه اللي بيلعبوها عشان يكسب فيها. واول ما كسب في اللعبه بالفعل بصت له وهي بتقول له انت كده، ففرح جدا انها خدت بالها منه. وفي لعبه رقص بيلعبوها الرجاله مع الستات بحيث ان كل مجموعه بيكونوا مع بعضهم، لحد ما جه الدور ان في راجل وست لازم يرقصوا مع بعض، واساسا ما بقاش في ستات في اللعبه. فيون لقت اللي بيشد ايديها في قلب الحفله وقعدوا هما الاثنين يبصوا لبعض في قلب الحفله، ولانه خلاص بقى هو مجنون بيها وهو بيقول لنفسه هي دي اللي بدور عليها لانه حب كل تفصيله فيها، حتى تسريحه شعرها ولبسها الغريب واللي بالمناسبه ابسط ما يكون، ولانه حبها بجد فشايفها متكامله قدامه. وقعد يبص لها وهي في قمه سعادتها وهي بتشوف الالعاب الناريه، وقعد يفتكر ذكرياتهم وهو حزين وبيتمنى انه يعيش اللحظه دي العمر كله. وهي كمان بتقول لو قابلته تاني هتقع في حبه من تاني. وافتكرها لما كان نايم في الكرفان لوحده وراحت له، ووقتها كانت بتعمل له حركات غريبه بوشها، فبقى يفتح الشباك ويقفله زي الاطفال لانه وقتها كان مبسوط جدا باصطباحتها وانها دايما بتعاكسه
نفسه بطريقتها، وكانت رايحه له عشان تعلمه سواقه الكرفان، وطلع ان اساسا ده كله كان حلم، وده لانه خلاص بقى متيم بيها فبقى بيحلم بيها، ودخلت عليه هي فعلا وصحته عشان هي اللي تبدا تعلمه سواقه الكرفان، وانبسط بجنينها اكتر لانه اكتشف انها جابته في مكان صحراء بعيد عن الشط تماما عشان تعلمه السواقه، وده لان اساسا مدرسه التعليم مقفوله، وصدمته الاكبر منها انها كمان جايباه يتدرب في ملكيه خاصه، يعني المكان مش عمومي، وبدات هي اللي تعلمه بنفسها، ولما خرجوا على الطريق كل شويه تقول له وطي راسك، فيوطي راسه بسرعه وهو بيقول لها في ايه، فقالت له لا مفيش بسيطه، ده احنا بس خالفنا القانون وتعدينا احنا الاثنين على ملكيه خاصه، والمصيبه كمان ان في شرطه قدامنا، فقعد يبص لها هو مصدوم، وهو بيقول لها يا مجنونه يا بنت المجنونه، وفي النهايه عرف انه مقلب، وعشان كده حب يرد لها المقلب، وقال لها استخبى بسرعه ده في شرطه، فاستخبت بسرعه وهي خايفه، فمات على نفسه من الضحك من شكلها وخوفها، فمسكت له ملصت له ودانه وهي بتقول له فين الشرطه، وسابها وراه عشان يحقق امنيته الاولى، وبدا على طول يركب الامواج، ووقتها كانت هي واقفه بتتفرج عليه، ولان الواح التزلج اللي معاه اتبهدلت، فراح يصنع واحد بنفسه، فيقول لما عرفت انه شغال وتعبان فحبت ترطب عليه، وجابت له شويه بطيخ ساقعين، وقعدت كمان تساله عن ركوب الامواج، فقال لها الموضوع بالنسبه له متعه، فاستغرب سؤالها عن الموضوع لانه عرف من صحاب المطعم اللي هم اصحابه اساسا ان هي بتخاف من الميه، فقالت له من النهارده مفيش خوف ولا ممنوع ولا احراج، يعني من الاخر كده انا الحكومه، لان من النهارده قررت اكون شخص تاني، شخص يعني ايه ما يعرفش تردد وحيره وشك، فبدا يسالها هتقعد في المصيف قد ايه، فقالت له انها مش عارفه لانها ما بقتش ترتب لحاجه، ولما سالها عن شغلها اللي المفروض ترجع له تاني، فقالت له ما تسالش لاني مش هفكر في حاجه برضه الا لما ارجع سول، فشبط على طول في الكلمه لانه عايز يشوفها تاني، وقال لها بتمنى نتقابل هناك، فاتصدمت من سؤاله وردت عليه بابتسامه، وتاني يوم يا دوبك لسه قايم من النوم لقاها واقفه قدام الكرفان بتاعه وهي بتحاول تتدرب على الواح التزلج، وقالت له خلاص انها ما بقتش خايفه، وطلبت منه يعلمها ركوب الامواج، فعلى طول خدها ونزل بيها عشان يعلمها، واتمرمطت واتبهدلت كتير وشربت ميه اكتر لحد ما في الاخر قدرت تتعلمها، بس للاسف يا فرحه ما تمت لانها خبطت في واحد اعمى، واول ما شافها بتغرق كان هيتجنن عليها، وراح لها بسرعه عشان يطمن عليها، ولانها اتعورت في راسها فخدها عشان يخيط لها الجرح بنفسه، وهي بتقول له شفتني وانا بركب الموجه، وكأن ما عندهاش ثقه في نفسها وعايزه تستمد منه الثقه، فشجعها اكتر والله الله ينور ده انت كنت شجاع جدا، ولما جه يخيط لها الجرح الشيطان حضر وحصلت القبله الاولى، ومن هنا بدات قصه حبهم الحقيقيه، ولانه خلاص بقى متيم بها فقال لها بحبك، بس هي كان ردها اغرب لانها سكتت وما قالتش حاجه، وكل اللي عملته كانت ابتسامه حزينه، فبقى يحكي للبرنامج وهو يتجنن لان كانت مشاعره صادقه ناحيتها، واي نعم كل اللي قضاه معاها اسبوع واحد، بس الاسبوع ده بالنسبه له كان عمره كله، وكان زعلان وهيتجنن لانها ما قالتلوش بحبك، وحكى انها لما باتت معاه في نفس الليله قام من النوم ما لقاهاش جنبه، فطلع يجري وهو مفزوع عشان يدور عليها، والاغرب انه لما لقاها وقعد يشاور لها ما عبرتوش خالص وراحت تكلم صاحب المطعم وكانها ما شافتوش قدامها اساسا، فبقى واقف مصدوم من اللي بيحصل، وخصوصا لما شاف صاحب المطعم لطيف معاه زياده حبتين عن اللازم، فكان عايز يولع فيهم هما الاثنين، فحس ان هو انضحك عليه وغرغرت بيه لحد ما خدت غرضها منه، ووقتها كان متعصب جدا لانه حس انه بالنسبه لها كان مجرد تسليه، والاغرب انها حكت للبرنامج انها عارفه ان جاي بيسجل معاهم نفس البرنامج، وعارفه كمان هو عايش فين وبيعمل ايه، بس هي بعدت عنه لان كل اللي عرفوا عنها كان مزيف بدايه من اسمها وحتى شخصيتها، وحكت انها اساسا كانت واخده بالها منه، ووقتها حست وعرفت انه كان متضايق لدرجه انه كان عايز يولع فيها، وسابها وراح قعد لوحده عند الكرفان، واول ما شافها رايحه ناحيته قام يشغل نفسه يعني وكانه مش شايفها، قال يعني بيعمل فيها تقيل، بس اول ما صبحت عليه وقالت له عايزين نفطر سوا ففرح جدا بطلبها ومشي معاه وهو عامل زي البيبي اللي كان متعشم في مامته وخذلته، وفرحته كانت اكبر لما قالت له انها لما شافته وهو نايم كان بريء زي الاطفال، فبدا يحس ان في امل من تاني، وعشان كده فضل طول الوقت ماشي جنبها وبيفكر يمسك ايديها، وفي اللحظه اللي جه يمسك فيها ايديها قامت محركاها، وقتها اتضايق جدا وقعد ينفخ وقعد يحكي للبرنامج وهو هيتجنن لانه للاسف مش قادر ينساها لانها جننته وشيبته، وخصوصا لما سالها كانت بتعمل ايه مع صاحب المطعم، فقالت له انها تخرج معاه النهارده عشان تشوف فيلم، فبقى مخنوق طول الوقت ومتعصب، واول ما شافها رجع طلع يجري وراها وهو بيسالها اذا كانت شافت الفيلم، بس هي للاسف ما عبرتوش وكانت مركزه اكتر في الجيتار اللي معاها، فعصبته وجننته اكتر، وقعد يفرج برضه ورايح جاي قدامها على امل انها تعبره ولا ترد عليه، بس هي برضه ما عبرتوش وكانه شفاف قدامها لدرجه انه استغرب وقعد يسال نفسه يكونش انا شفاف ومش واخد بالي، ولما لقاها مركزه قوي في الجيتار كده فقرر انه يلفت انتباهها، وعشان يلفت انتباهها ليه مسك هو كمان جيتار وقعد يعزف عليه، وقتها خدت بالها واتفاجئت كمان انه بيعرف يعزف، بس برضه طنشته ما طلعتلوش، وتاني يوم راح المطعم اللي هي شغاله فيه، بس كان رايح برضه متعصب ومخنوق منها لانها لحد دلوقتي برضه مطنشاه، بس اول ما شافها بتعرج رجع تاني بسرعه للكرفان بتاعه عشان يجيب لها لزقه تخفيف الالم، ولانه اساسا لسه مخنوق منها فقال لنفسه ايه الهبل اللي انا بعمله ده، طب والله ما انا مساعدها، لحد ما جت اللحظه اللي قفلته منها خالص، ولما راح المطعم وشاف الناس بتتفرج على صورها لانها
كمان اتعلمت حركات صعبه في التزلج، فاتخنق جدا لانه ما علمهاش الحركات دي، وفكر ان في واحد تاني هو اللي علمها لها، وخرج من المطعم وهو مخنوق ومتضايق، وقعد على الشط وهو مخنوق وبيكلم نفسه لانه كان المفروض هو اللي يعلمها لها طالما هو اساسا اللي معلمها البدايه. وقتها خرجت هي من البحر باللوح بتاعها ونامت جنبه بكل بساطه، وهو قاعد جنبها يولع في نفسه، وقال لها اسمعيني بقى يا بنت الناس، على فكره انا كنت هعلمك الحركات دي بس لانها خطيره كنت خايف عليك تتعوري، بس هي برضه ولا عبرته، فخلع الكاب بتاعه وهو مخنوق. بس المفاجأة انه ضلل عليها من الشمس بيه، وده لانه فعلا بيحبها، بس ده ما يمنعش انه مخنوق منها. فاتأسفت له وقالت له انا عارفة انك مخنوق مني وعشان اصالحك هجيلك الكرفان بتاعك. فتعصب عليها وقال لها انت بتقولي ايه؟ قومي لي كده، انا عايز اعرف انت مالك بالظبط، تكونيش بتلعبي بيا ومفكراني شخشخه في ايدك. فقالت له خلاص ما تزعلش قوي كده مش جاي. فاتصدم من ردها اكتر وقعد يبص لها وهو مخنوق منها وعايز يولع فيها، ولزقها بالكف في وشها وهو بيقول لها انت بجد غريبه. وراح قاعد في كرفان وهو مخنوق ومش طايق نفسه. بس المفاجاه ان لما جاله صاحب المطعم عرف منه بالصدفه انه ما راحش معاه السينما وانها اساسا كانت بتكذب عليه، فطار من الفرحه والدنيا ما كانتش سايعاه. واول ما رجعت الشغل تاني لقت اللي مستخبي بيكلمها عن طريق الرسايل وهو بيقول لها يا ترى لسه العرض ساري، وطلب منها تروح له الكرفان عشان يشوفوا المطره سوا. فانبسطت من طريقته، ولما خرجت تدور عليه لقته فص ملح وداب، ولقيته كمان سايب لها رساله تانية وبيقول لها لو ما جاتش الساعه 6 بالليل هعتبر اللي بينا خلص، وهتاكد ساعتها انك مش بتحبيني، بس المشكله انها بتخلص شغل الساعه 10 اساسا. وراح انتظرها في الكرفان وهو متوتر وقلقان انها ما تجيش لحد الساعه ما وصلت 6 ونص. بس هي حست انها اذت مشاعره كتير لانها اتجاهلته متعمده لما شافها على الشط مع صاحب المطعم، وحتى لما فكر يلمس ايديها كانت هي وقتها واخده بالها، وعشان كده حركت ايديها في الوقت المناسب. حتى لما حاول يلفت انتباهها وعزف على الجيتار لانها كانت خايفه تعلقه بيها، بس اول ما حماها من الشمس على الشط افتكرت اللحظه اللي خلتها تيجي المكان ده اساسا، وقد ايه كانت كارهه نفسها وحياتها كلها لانها اتخنقت وكرهت شخصيتها القديمه، وعشان كده سابت المطعم ومشيت لانه خلاص ما بقاش فارق معاها تنطرد، لانها قررت تكمل في شخصيه سيون الشخصيه الجريئه الفرفوشه الحبوبه، وتسيب شخصيه يون الجبانه خالص، والاول مره هتمشي ورا قلبها لانها طول الوقت ماشيها بالعقل والحسابات. وراحت له هي طايره من السعاده لانها وقعت في حبه هي كمان، وهو هناك هيتجنن من الخنقه لان الساعه خلاص وصلت 7 وهي لسه ما جاتش. فاتخنق واتحرك بالكرفان بتاعه لحد ما اتفاجئ باللي نطت قدام عربيته وهي عماله تنهج على اخرها، فروحه رجعت له من تاني اول ما شافها قدامه، ولسه هيقول لها انا فكرتك مش هتيجي، فلقاها مرميه في حضنه لانها ما بقتش تحس بالامان اللي معاه، وخصوصا ان عمره ما بيسالها عن السبب. وحتى لما حضنته حضنها هو كمان بكل بساطه وما سالهاش، هي ليه اتاخرت على ما وصلت له، وكل اللي قاله لها كان المفروض انتظر مده اطول لو اعرف انك هتجري عشان توصلي لي. فقالت له مفيش مشكله طالما انا معاك. فقال لها انه بيحبها وهو متيم بيها، ودخلوا الكرفان اخيرا وهما في قمه السعاده، وقال لها انه اكتر حاجه بتعجبها فيها اسلوبها وشخصيتها، وما يعرفش ان هي اساسا مغيراهم وان اللي معاه دي واحده تانية خالص. واول ما الدنيا مطرت فرحوا جدا، وخصوصا يون كانت طايره من السعاده لدرجه انها نزلت تجري في قلب المطره، ولانه مجنون بيها فنزل يجري وراها، ووقفوا هما الاثنين تحت المطر طايرين من السعاده والفرحه، وخصوصا جاي لان دي كانت اول مره ما يتضايقش فيها لما هدومه بتتبل ميه من المطره لانه ابن ناس ودايما متعود يشيل شمسيه. وبعد ما خلصوا جنون المطره عرفت منه انه واخد اجازه شهر من الشغل، فطلبت منه بطريقه غير مباشره انه يزود شهر اجازه كمان عشان تقضي معاه فتره اطول. فقال لها طب لو خدت كمان شهر اضافي فيا ترى بقى توافق تتجوزيني؟ بس هي اتصدمت من سؤاله لانها كانت واخده الموضوع بهزار، انما هو كان بيحبها جد الجد. فقال لها وايه المانع، ما عندنا الكرفان بتاعنا واحنا الاتنين بنحب بعض يبقى سو وات. بس هي طلبت منه طلب اغرب عشان يطلب ايدها للجواز، وطلبت منه ياخد الجيتار بتاعه هو زي شطور كده ويطلع على اقرب كابين التليفون، واللي هو اساسا كان رايحه ومحروق لانه طلب غريب جدا لدرجه ان كل الاشخاص اللي موجودين في المقابله قاعد يتريقوا عليه، وخصوصا في زمن السوشيال ميديا والموبايلات. بس لانه بيحبها نفذ اللي هي عايزاه ودخل الكابينه وكلمها وهو بيعزف لها الموسيقى اللي بتحبها وهي قاعده في المطعم بتسمعه وهي مبسوطه، لدرجه ان صاحبه المطعم فكرته مجنون وما تعرفش ان هي اللي مجنونه وطلبت منه كده. وبعد ما خلص الاغنيه قال لها ايه رايك عجبتك؟ ولانه طبعا عجبها فعلى طول طلعوا يتمموا مراسم اغرب جواز، واللي هي بدايتها كانت صوره فوق الكرفان بتاعهم. وقتها كان هما الاثنين طايرين من السعاده، وخصوصا بعد ما لبسوا بعض الدبل، فقعد يبص للدبله وهو زعلان وقعد يسال نفسه عن الخاتم بتاعها لانه متاكد انها رمته، وتعصب لانها المفروض ما كانتش ترميه وانها كان المفروض ترجعه بعد ما انفصلوا. وكلهم كانوا مستغربين هي ليه اتجوزته وهي عارفه انها هتسيبه، وقعدوا كلهم ينصحوه انه ينساها لانهم يا دوبك قضوا مع بعض شهرين. فقال لهم ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. وسالوه كلهم اذا كان خدت منه حاجه وهي معاه، يعني اذا كانت اتقربت منه بهدف المصلحه. فتعصب واتخانق على الكاتب لانه صاحب السؤال، وهو بيقوله ده لو واحد متخلف مش هيسال السؤال ده، وبقى طول المقابله متضايق ومخنوق لانها سابته.
لدرجه انه اتعصب على المصور نفسه وقال لهم وقفوا تصويرا مش هكمل البرنامج، وخصوصا كمان لما حس ان كلهم بيتريقوا عليه وانها اكيد بنت لعبيه وضحكت عليه، وعشان كده رجع للكاميرا تاني وهو متعصب وهو بيقول لهم الكلام ده مش صحيح، لان انا كنت متاكد جدا من مشاعرها ناحيتي وحاسس ان مفيش حد حبني زي ما هي حبتني. ما انتوا جاهل هقول لكم ايه. وافتكر لما سهر معاها هي واصحابها قدام المطعم، وقتها قالت له يلا بينا على الكرفان بتاعنا، وقتها كل الموجودين استغربوا ان هم عايشين مع بعض، فهو اتلجلج وما بقاش عارف يقول لهم ايه، انما هي بكل جرأه قالت لهم احنا عايشين مع بعض احنا الاثنين في الكرفان بتاعه، وقالت لهم كمان ان هم اتجوزوا، لدرجه ان هو اللي تنح من جرأتها ولسه هيتحرك تاني ويتلجلج وهيشرح لهم، فحضنته هي بكل جرأه وقالت لهم جاي ده ملكي، وهم ماشيين قال لها ما كنتيش محروجه وانت بتقول الكلام ده، فقالت له اتحرج من ايه دي الحقيقه ومستعد اقول للدنيا كلها. وبالفعل طول ما هي ماشيه في الطريق كل ما تقابل حد تقول له احنا متجوزين وعايشين مع بعض، واي نعم هو مبسوط جدا باحساسها بس في نفس الوقت محروق جدا. وحتى لما كان يروح ياكل عندها في المطعم وكلهم قاعدين شله مع بعض كانت بتهتم بالطبق بتاعه حبتين عن كل اللي موجودين، ومتاكد ان علاقتنا كانت ماشيه زي الفل لحد ما الغبي ده جه بوظ كل حاجه، ويقصد ابن عمه اللي شغال معاه في نفس الشركه، لانه كلمه وقال له لازم ترجع ضروري لان في شغل كتير في الشركه متعطل، فاضطر يسيبها في المصيف لوحدها ويسافر. وقتها كان سايبها وماشي على عينه وكل شويه يتاسف لها انه ماشي، ولانه خايف انه ما يشوفهاش تاني كل شويه يسالها اذا كانت حافظت رقمه ورتب معاه عشان ما يسيبش حاجه للظروف خالص، وقال لها حتى انه لو نسي تليفونه اتفقوا مع بعض ان هم يتقابلوا في مكان معين في سول، وقعد طول الوقت ياكد عليها انها ما تنساش ومش قادر يسيبها المسكين وهو ماشي، وهو بيقول لها 1000 مره قلت لك اشتري تليفون، وودعها ومشي وهو مخنوق انه هيسيبها. وللاسف هي دي اخر مره شافها فيها لانها لا اتصلت عليه ولا حتى قابلته في المكان اللي اتفقوا عليه، ومن وقتها ما يعرفش عنها اي حاجه، وقعد يلوم نفسه انه سابها ومشي وانه كان المفروض ما يسيبهاش ويرجعها معاه، ومن خنقته ساب الشركه ومشي من غير حتى ما يعرف هو رايح فين، وهي في نفس الوقت كانت في سول ورجعت لشخصيتها القديمه وشغلها القديم، ولان ظروفها وحشه وما بيجيلهاش شغل فبدات تترجى الشركات ان هم يشغلوها ومش فارق معاها نوعيه الشغل المهم انها تشتغل، ولانها برضه ما لقتش شغل خرجت وهي متضايقه، ووقتها شغلت اغنيه فكرتها بيه تاني بس هي بتدوس على نفسها ومشاعرها وبتحاول تنساه، بس هو اللي خرج ومخنوق ومتضايق ومش قادر ينساها لانه كان بيتمنى يقابلها ولو حتى صدفه في سول، بس للاسف ما قابلهاش لحد ما القدر جمعهم في نفس الاشاره، بس هي اول ما لمحته في الاشاره استخبت منه، واول ما الاشاره فتحت طلع الطيران عشان ما يلمحهاش، ولما سالهم البرنامج ليه انفصلتوا فالسؤال ده عصبه اكتر لانه لحد دلوقتي مش عارف سبب الانفصال، انما هي كان عندها اسبابها، لانه لما قال لها انا بحب كل حاجه فيكي سالته لو هي شخصيه مختلفه يعني واحده بلبس مختلف وشكل مختلف فيا ترى برضه هتفضل تحبني، فقال لها استحاله لانك مش هتكوني سيون، وعشان كده قررت تنفصل عنه لانها كانت معاه مش على طبيعتها، وخافت انه ينصدم فيها لما يعرف حقيقتها وانه ما يتقبلش حبها ويكرهها اكتر، وهو في نفس الوقت بيتمنى يعرف مكانها وعامله ايه دلوقتي. اما الكاتب فكانت قصه حب غريبه وحبيبته كانت اغرب لانه كان في سهره من السهرات في النايت كلاب، وبعد ما شرب واتدرمغ في الفسق والضلال قام من النوم لقى واحده نايمه جنبه فقام وهو مصدوم ومحروق، والمفاجاه انها طلعت الضيعه واتعدلت له وهي بتقول له اهلا، لدرجه ان هو اللي اتحرج من جرأتها وقعد يستر في نفسه، ومن وقتها وقع في حبها. وسالهم البرنامج بيعملوا ايه في صندوق الذكريات بعد الانفصال، وقتها يون قالت انه بيفكرها بيه، اما جي قال انه بيعذبه اول ما بيشوفه لانه بيقلب عليه الذكريات الجميله ومع ذلك ما قدرش يتخلص من ذكرياتها وبالتحديد خاتم الجواز بتاعهم. اما الضيعه دي فكانت مختلفه تماما وقالت لهم طالما صندوق الذكريات بتاعي يبقى لازم ارجعه، وبالفعل ده اللي عملته في الكاتب في قلب الشارع، ولان كل اللبس اللي كان لابسه كان معظمه كانت جايبه له هديه فقلعته كل حاجه في قلب الشارع، حتى السويت شيرت اللي قلعته له بالعافيه، ومن جنانها اكتر قلعته الجزمه كمان، ده حتى الشراب ما عتقتوش، ومشي المسكين في قلب الشارع وهو بيتكتك من البرد، ولما حس بالاحراج وتركيز الناس معاه فبدا يعمل تمارين، قال يعني عامل كده بنفسه، فجاله واحد ابن حلال واداله هدوم عشان يلبسها، وطلع ان هم كانوا زمايل في فريق كره القدم ايام الدراسه، وعرف منه الكاتب كمان انه هيبقى ضابط شرطه، فقعد يهنيه وهو فرحان بيه. وفي بعض الاوقات لو جيت ترجع الهدايا بعد الانفصال ممكن ده يرجع الميه لمجاريها من تاني، وخصوصا مع كلمه حلوه واعتذار لطيف، وده اللي حصل بالظبط مع جون وحبيبته لما قعد يفكرها بذكرياتهم مع بعض وبذكرى كل هديه اشتراها لها واشترته له، فبدا حنين الذكريات يشتغل من تاني ورجعوا لبعض من تاني لان الذكريات فكرتهم بالايام الحلوه اللي كانت بينهم، وده حصل بكل سهوله لان كان في حب حقيقي بينهم بغض النظر كان ايه سبب الانفصال. اما جاي كان رايح المصيف ومعاه 3 كاميرات بس للاسف رجع من غيرهم لان يون خدتهم منه، بس هي بتقول انها اتخلصت من كل حاجه تخصه اساسا وما بقاش لها علاقه بيه خالص، بس هو طبعا مش قادر ينسى الكاميرات لان عليها كل الذكريات الحلوه اللي كانت بتربطهم ببعض، وبدايتها مع الكاميرا اللي صورت الواح التزلج الجديده واللي كان عاملها مخصوص عشانها، وصور كمان فيديو على الكاميرا الثانيه عشان يشرح لها فيه انه كان بيجهز لها مفاجاه وان بدا يجهز فيهم من اسبوعين، بس وقتها ما لحقش يكمل الفيديو لانها دخلت عليه
وشافت كمان صور الواح التزلج. وقتها زعل جدا لان المفاجاه باظت، ومن وقتها بدأوا يوثقوا كل لحظه حلوه بيعيشوها مع بعض. وعشان كده كان متضايق جدا لان حتى الذكرى اللي كانت باقيله منها راحت. واكتر حاجه عصبته انه فكر انها باعت الكاميرا، واتعصب عليها اكتر، يقول لها ليه عملت فيا كده وازاي تستهتري بمشاعري ناحيتك. بس هي في الحقيقه ما استهترتش بمشاعره ولا حاجه، لانها فعلا حبته. واي نعم كل حاجه بينهم كانت كذبه كبيره الا حبها ليه كان حقيقي. واتعصب اكتر وهو بيقول للبرنامج يا ريت تلاقوها لي، وخلي بالكم هي جميله بس لئيمه. بس هي خلاص حاليا بتحاول تنسى الماضي. بس المفاجاه انها عايشه في نفس البيت مع الكاتب، وده لانهم اصحاب من صغرهم، واللي هو برضه مش عارف ازاي. المهم لما جه يفتح التلاجة لقى الافلام اللي كانت موجوده في الكاميرا، واللي فكرتها تاني بجي لانه برضه كان بيحطها في التلاجة عشان الوانها ما تغيرش. وطلع ان المجنونه دي عارفه انها عايشه معاه، وعشان كده انفصلت عنه بسببها، وحاسه ان هيجي اليوم اللي هم يتجوزوا فيه بعض. وخدت يون الافلام وراحت بها المطبعه، واتضح ان صاحب المطبعه يعرف جي، واتصل عليه عشان يطبع له شويه صور خاصه بشغله. فصاحب المطبعه اول ما شاف الصور عرفه، وقال له يون انه عارف الشخص اللي في الصوره، فخافت منه لا يوصل لها عن طريقه، وخدت منه الصور بسرعه وهي بتقول انت اكيد غلطان واكيد تقصد شخص تاني خالص. ورجعت اوضتها من تاني وهي فارده صورهم مع بعض قدامها، وقعدت تبص له لانها اشتقت له، وقعدت تبص الفيديوهات وهي حزينه ومبسوطه في نفس اللحظه. وهو بيقول لها في الفيديو ان لوح التزلج بياخد مجهود جبار عشان يعمله، ومع ذلك عمله عشانها. فانهارت من العياط لانها خسرته، وراح هو نفس المكان اللي كانوا متفقين ان هم يتقابلوا فيه، ورايح وهو زعلان لانها لا اتصلت بيه ولا قابلته. بس الغريب انها بعتت له رساله في اليوم اللي المفروض كان هيتقابلوا فيه، وقالت له انها كانت مبسوطه معاه جدا بس يا ريت ما نتقابلش تاني، واعمل حسابك اني سرقت الكاميرات ودي خطتي اساسا من ساعه ما قابلتك. فبقى يكلم البرنامج وهو هيتجنن لانه مش فاهم معنى الرساله. وعلى ما رجع المكتب كلمه صاحب المطبعه وقال له انه جات له بنت طبعت عنده صور، وكان موجود هو في صوره من الصور، ولان في صوره وقعت منها فراح له المطبعه على طول عشان يتاكد. واتصدم اول ما شاف الصوره لانه اتاكد انها نفس البنت اللي مدوخاها 7 دخات. فزادت حيرته اكتر واتضايق اكتر لانه فكر انها سرقت الكاميرات عشان تبيعها. اما جون ابن عمه كانت بدايته الحقيقيه مع رين لما راح لها الحي بتاعهم، وقتها كانت واقفه محروقه وخايفه لانها كانت بتعترض على هدم المنتزه عشان يحولوه لمبنى سكني. فلقت اللي واقف جنبها وبكل شجاعه بيعترض على هدم المنتزه، فتشجعت جدا وقربت هي كمان منه، وبداوا كلهم يعترضوا مع بعض. ولما قعدوا مع بعض عرفت انه اساسا مش من نفس المنطقه، بس هو كان جاي عشان يدعمها بطريقه غير مباشره، وفكرها بنفسه ان هم كانوا زمايل ايام المدرسه في الابتدائي. بس هي نسيته لانه انتقل بعد فتره قصيره، انما هو ما قدرش ينساها ابدا. وطلع انه بيحبها من ايام الابتدائي، ومن وقتها بقوا اصحاب جدا لدرجه انها كانت بتاخد رايه في كل عريس بيتقدم لها، فيراقبها من بعيد ويقول لها رايه. وقتها كانت بتبقى مبسوطه جدا باشاراته السريه لدرجه انه لما دخل الجيش ما بقاش تقابل عرسان لانها فقدت متعه المواعده بوجوده. واول ما خرج من الجيش راح لها في شغلها واعترف لها بحبه ليها وانه معجب بها من اول لحظه شافها، بس كان مستني اللحظه المناسبه لحد ما يظبط ظروفه. فاتصدمت وفرحت في نفس الوقت لانها طول الوقت كانت بتعامله كصديق لحد ما هو باين لها المشاعر الحقيقيه، ودي كانت بدايه قصه حبهم الحقيقيه. وطلعت ان رين اعز اصحاب يون والكاتب. والمفاجاه كمان ان ابن عمه عارف يون بس ما يعرفش انها نفس البنت اللي بيدور عليها جاي، وده لانها مغيره شخصيتها واسمها، ولان جاي لسه مخنوق من قصه الصور. فاتصل على جون عشان يقعد معاه هو واصحابه او يفرفش شويه ويخرج من جو الغم ده. بس المفاجاه ان يون عارفه ان جون ابن عمه، واول ما سمعت انه جاي اتصدمت ونزلت من العماره تجري قبل ما يوصل. بس المفاجاه انها لقته قدامها، بس هو اول ما شافها قدامه روح رجعت له، بس هي سابته وطلعت تجري واستخبت منه وهي حزينه وما قدرش يمسكها. وطلع انها ما سرقتش الكاميرات منه ولا حاجه، بس الفكره انها لما رجعت سول اكتشفت ان جون قريبه، وطبعا الكاميرا مليانه بصورها، وعشان كده خافت ترجع له الكاميرا لانه هيعرفها عن طريق جون. ومن شده زعله وحزنه انها هربت منه راح يشرب تاني لحد ما بقاش شايف قدامه، وبعد ما تاه بقاش شايف قدامه طلع على اسم الشرطه عشان يبلغ عن الحراميه اللي سرقت الكاميرا بتاعته، وقال لهم على اسمها المزيف بالكامل. وطلع ان الضابط هو نفسه صاحب الكاتب واللي كان قابله في الشارع واداله هدومه، وقعد مع الضابط وهو تايه وحزين وهو بيحكي له قصه لقائه بيها. وفي النهايه قالوا انها سرقت كاميراته، وانهار من العياط وهو بيقول له دي كمان سرقت قلبي. بس المفاجاه ان طلع الضابط عارفه، ومش بس الضابط ده كل اللي موجودين في الاسم، وده لانه مش اول مره يجي يبلغ عنها، وده بيحصل كل ما بيشتاق لها. فمن خناقته بيشرب ويتوه، وبعدها يطلع الاسم يبلغ عنها لدرجه انه بلغ عنها 6 مرات. بس المشكله انه مش فاكر ولا مره فيهم، وقعد يقلب في المحاضر وهو مصدوم. فالضابط قال له ابوس ايدك بلاش تيجي تاني هنا، انا ما درستكش في الكليه عشان كل شويه تنط لي. انما جه حزين ومكسور وقعد يترجى انه يقبض عليها، وده لانه ما يعرفش اي داتا عنها، لا رقم تليفونها ولا عنوان بيتها ولا اي حاجه عنها، وكل اللي بيقوله حراميه الكاميرا. وقعد يحكي له انه شافها من شويه بالصدفه وان شكلها اتغير خالص، بس شكلها بقى اجمل. والكاتب هو كمان بيشتكي منهم هما الاثنين لان صداقته بيهم موقفه حاله. ولما الضايع عرفت ان هم عايشين مع بعض سالته اذا كان بيحبها اكتر ولا يون، فقال لها ان في فرق بين الحب والصداقه، وهي بالنسبه له حبيبته، انما بيحب الاثنين التانيين كاصدقاء. بس مع كل البلاوي اللي هي بتعملها ما بتؤمنش بالصداقه بين الراجل والست، وعشان كده انفصلت عنه. واثناء ما كلهم متجمعين مع بعض جون جاله اتصال من اسم الشرطه وعرف ان جاي محبوس، فيونو اتصدمت اول ما عرفت وراح لجون الاسم عشان
يخرجه. واول ما خرج من القسم راح لنفس المكان تاني وهو لسه برضه بيفكر فيها وقعد يفتكر فيها وهو حزين وقد ايه كانوا مبسوطين وسعداء جدا مع بعض وازاي اتدحضر ووصل بيه الحل للدرجه دي بعد كل الحب اللي كان بينهم. وعشان يثبت لجون انه شافها لانه مش مصدقه وفكروا انه بيهلوس من كتر الشرب راح بسرعه عشان يشيك على كاميرات العربيه، بس للاسف اكتشف ان الميموري مش موجوده فاتصدم من جون اكتر وكان هيولع فيه لان هو اللي شالها بنفسه. وراح حكى لاصحابه على اللي حصل مع جاي وان في واحده مجنناه لانها سرقت الكاميرا بتاعته، لدرجه انه راح اسم الشرطه عشان يبلغ عنها 6 مرات. فهنا اتصدمت اول ما عرفت باللي حصل، حتى هو نفسه ما بقاش واثق في نفسه وعشان كده راح يطمن على نفسه في مستشفى الامراض العقليه. بس المفاجاه انه اكتشف ان الدكتور اللي هيعالجه هو صاحبه، وعشان ما يحرجش نفسه قدام زميله فقال له ان الكلام ده بيحصل لجون ابن عمه وانه بيروح اسم الشرطه لما بيكون سكران طينه، بس لما بيفوق ما بيكونش فاكر اي حاجه. فزميله خده عشان يشربوا سوا وقال له ده اكيد بيهلوس لانه شكله مدمن كحول، بس هي بالنسبه له ما كانتش هلوسه لانه حلم بيها. وفي يوم سقوط التلج اشتاق لها فراح لنفس المكان بتاعهم وقعد يفكر فيها برضه، وكالعاده راح يشرب بعدها لحد ما تاه، ولما ضرب بعينه شافها واقفه بره فقعد يفوق نفسه لان الموضوع كبر معاه وفكر نفسه بيحلم بيها حتى وهو صاحي. بس في الواقع ما كانش حلم، دي كانت حقيقه، لان في نفس اليوم لما التلج نزل حست انها اشتقت له فراحت لنفس المكان وشافته هناك وقعدت تبص له وهي زعلانه لانها شايفاه واقف حزين، وفضلت ماشيه وراه لحد ما وصل المكان اللي بيشرب فيه. واول ما تاه خالص وراح في النوم دخلت عليه هي وقعدت تبص له وهي حزينه ولمست كمان الخاتم بتاعه اللي لسه محتفظ بيه لحد دلوقتي، وكل ده وهي عماله تبص له وبتعيط لحد ما فاق من الغيبوبه اللي هو فيها ولقاها قاعده قدامه. فقعد برضه يفرك في عينيه لانه مش مصدق ومفكر برضه انه في حلم، وده لانه مشتاق لها وما بتطلعش من باله. فتعاملت هي كمان معاه على انه حلم، فقال لها انا مبسوط جدا اني شفتك حتى لو كان مجرد حلم، وقال لها انه راح المكان اللي هم اتفقوا انه يتقابلوا فيه لحد دلوقتي اكتر من 20 مره، وده لانه بيفكرها انها نسيت التاريخ اللي هيتقابلوا فيه، عشان كده بيروح كل يوم سبت في نفس الميعاد. وقال لها كمان انه راح اسم الشرطه عشان يبلغ عنها ويسجنها، فقالت وهي بتعيط ما تحاول تنساني. فقال لها انساك ازاي بالسهوله دي، انت ناسي ان احنا متجوزين؟ فقالت له بس ده كان هزار. قال لها لا ما كانش هزار بالنسبه لي، وشوفي بنفسك اديني لسه محتفظ بالدبله وعمري ما قلعتها ابدا من ايدي. فانهارت من الآيات وهي بتقوله ليه ما قلحتهاش، بس هو كان حبه اكبر ليها وقال لها ازاي اقلعها وانت طلبت مني ما اقلعهاش. فانهارت من الآيات وهي بتقول له انا اسفه، فقعد يبص لها وهو منهار من العياط هو كمان، وهو بيقول لها ما تعرفيش انا عملت ايه عشان اوصل لك، انا كلمت كل اللي تعرفوهم في المصيف بس للاسف برضه ما قدرتش اوصل لك، فلازم تكوني اسفه بجد على اللي عملتيه فيا، انت شخصيه لئيمه. ولما شافت حالته قعدت تعيط وقالت له انساني، فما ردش عليها لانه اساسا مش قادر ينساها وتحول لشخص تاني خالص. وقعد يسالها انت عايشه فين وطمنيني على احوالك عامله ايه دلوقتي. بس المفاجاه انها اول ما قالت له انا كويسه انهار من العياط وهو بيقول لها بجد، لانه اتضايق وزعل جدا لما عرف انها كويسه، لانه بقى حرفيا بيموت من جواه بسبب كل اللي عملته فيه وانها اتخلت عنه بدون سابق انذار ولا حتى عارف السبب. بس اول ما انهارت من العياط قدامه ما قدرش يستحمل وقعد هو اللي يطبطب عليها، فقعدت تشتم في نفسها وتقول له كل اللي حصل ده كان كذب. فقال لها طب لو ناويه تعملي فيا كده من الاول ليه خلتيني اقعد كمان شهر، وليه قلت ان احنا هنتقابل تاني في سول، وليه ما اتصلتيش بيا، طب وليه اتجوزتيني، انا كنت واخد الموضوع بجد. ولانه عارف انها في حلم وهتختفي تاني فمسكها من ايدها وقعد يترجاها انها ما تمشيش وتسيبه، واتحرك من الكرسي وقال لها تعالي اقعدي جنبي. واول ما قعدت جنبه نام على كتفها وهو برضه بيترجاها ما تمشيش وتسيبه، وبعدها طلب منها هي اللي تنام على كتفه. واول ما ده حصل راح في دنيا تانية خالص، ومن بعدها ما شافهاش تاني لانه ارتاح ونام فهي خلعت. بس ان المفاجاه ان الدكتور اللي كان بيحكي له مشكلته طلع هو كمان انيل منه، لانه بعد ما شرب كتير قعد يفكر في حبيبته الاولى وطلع تليفونه عشان يكلمها لانه مفتقدها وصوتها وحشه. فجي قاعد يهديه ويقول له بلاش، وهو يقول له هقفل الخط على طول اول ما اسمع صوتها، وقعد يكلمها يقول لها معقول تكون نسيتيني، طب على الاقل اظهري لي في الحلم مره واحده. بس المفاجاه الاكبر ان حبيبته دي اساسا بقت مراته ومتجوزين ومخلفين بيبي كمان، بس هو بيتنيل لما بيشرب اكتر. وقالت لجي خلي المجنون ده يرجع البيت حالا والا لو ما رجعش هخرب بيته واطلب الطلاق. فقال لصاحبه فوق يا حيوان انتوا اساسا متجوزين، وساب صاحبه وراح لنفس المكان من تاني، بس المره دي كان ناويها انها هتكون اخر مره يجي هنا والاول مره يقلع الدبله. وفي نفس اللحظه يون كانت رايحه القسم عشان تسلم لهم الكاميرات بعد ما شافت حالته، بس اول ما شافت الشرطه ما قدرتش وطلعت تجري. وفي نفس اللحظه اللي هيرمي فيها جاي الخاتم في الميه ظهرت يون فجاه قدامه، فاول ما شافها اتصدم، وهي اول ما شافته طلعت تجري فطلع يجري وراها، واثناء ما هي بتجري خبطت في ناس وكانت هتقع على الارض، بس لحقها هو في اخر لحظه وقعد يفوقها ويطمن عليها. وفي نفس اللحظه الشرطه تظهر في نفس المكان، واول ما عرفوا انها حراميه الكاميرات اللي كانت مجنناهم اعتقلوها وهي واقفه مصدومه. حتى جاي اتصدم هو كمان لانه مش عايزهم يقبضوا عليها بالمعنى الحرفي، وكل الموضوع انه كان بيروح لهم عشان يرجعوها له، وبقى واقف قلقان وخايف عليها اول ما اتكلبشت، وهو بيقول لهم ايه اللي بتعملوه ده انتوا كده هتخوفوها. وعشان يطمنها كلبش نفسه معاها وقال لهم يلا بينا على الاسم، وسامحها وحنلها لانه كان بيتمنى يشوفها تاني، ومقرر بينه وبين نفسه ان عمره ما هيسالها عن حاجه ولا سبب اختفائها ولا سبب رجوعها. وبالنسبه لمعاناته لمده سنه دي بالنسبه له هتكون ولا حاجه طالما هيتقابلوا تاني وهتكون معاه.
وعشان كده في الاسم قال لهم ان هو اللي ادالها الكاميرات عشان يحلوا عنها، لانهم قرروا فعلا يحبسوها بعد ما خوت دماغهم لمده سنه. بس عشان الشرطه تقفل المحضر طلبوا البطاقه بتاعه يون، وهي دي كانت المشكله بالنسبه لها، لان وقتها هتنكشف الحقيقه كلها ومش عارفه رده فعله هتكون ازاي، ويا دوبك لسه بتطلع البطاقه من المحفظه عشان تديها للشرطه، فشدها منها بالعافيه وهو بيقول لها انا اولى واحد المفروض يشوفها عشان يعرف كل الداتا عنها وما يعرفش الصدمه اللي مستنياه. واول ما شاف اسمها متغير تنح وبقى واقف مصدوم يبص لها ويبص البطاقه ومش عارف يقول لها ايه، ولسه بتشد البطاقه منه، فقال لها انت مين؟ فظابط الشرطه استغرب وقعد يقول لها هو انت راجل ولا ايه، وبدا يتعصب عليها ويقول لها فهميني ايه اللي بيحصل، ولانها واقفه ساكته وما بتنطقش سابها ومشي وهو مصدوم فيها، وهي خرجت وراه تجري عشان تلحقه، بس هو كان راكب عربيته وهو متعصب وسابها ومشي. واول ما شافته ماشي قدامها طلعت تجري وراه وهي بتنادي عليه، بس ما عبرهاش وسابها ومشي، لانه شايفها واحده تانية غير اللي يعرفها، ولانه كان متابعها في المرايات فشافها والموتوسيكل بيخبطها فخاف عليها ونزل يجري عشان يطمن عليها، ولما لقى الخبطه بسيطه وقامت فسابها ومشي تاني، فقعدت تجري وراه لحد ما وقفته تاني، وطلع انها كانت عايزه تديله الكاميرات وبس، فتعصب عليها اكتر وهو بيقول لها ما ترفعيش الكلفه بينا، انا لحد دلوقتي ما اعرفش انت مين، وقعد كمان يشتم ويهزق فيها. ولما جت تديله الكاميرات خدها منها ورماها على الارض، وده لانه لو خدها هتفكره بالذكريات اللي كانت بينهم، وقال لها اتمنى ما اشوفكيش تاني في حياتي ابدا. وقبل ما يمشي قال لها على اكتر حاجه معصباه منها، لانه اتفاجئ انها قلع الخاتم بتاعها، وقعد يشتم في نفسه قد ايه كان غبي انه وقع في حب واحده زيها، وعشان كده قلع الخاتم بتاعه كمان ورماه في الميه وسابها ومشي، وعفاريت الدنيا كلها بتتنطط قدامه بعد ما اكتشف ان اجمل قصه حب في حياته كلها كانت كذب في كذب. ووقفت هي حزينه بعد ما مشي لانها برضه ما قدرتش تقول له حاجه عشان تفضل طول الوقت في ذهنه نفس البنت اللي حبها زمان، ولانها برضه لسه بتحبه نزلت الميه بنفسها في عز البرد عشان تدور على الخاتم اللي رماه، والمفاجاه انها لسه محتفظه بالخاتم بتاعها وانها ما اتخلصتش منه زي ما قالت. واول ما لقت الخاتم بتاعه طارت من السعاده، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي بتربطهم دلوقتي، خاتم جوازهم. وهو كمان رجع بالليل في عز التلج عشان يدور عليه، وقعد يلوم نفسه انه رماه اساسا في الميه، بس طبعا ما لقاهوش لانها خدته. وبعد اسبوع سالوا البرنامج عن حاله بعد الصدمه اللي خدها، فقال لهم انه مصدوم جدا فيها وكانه خد اكبر شلوت في وشه، لان كانت امنيه حياته انه لما نزل من عربيته عشان يطمن عليها انها اول ما تشوفها قدامه تحضنه زي ما عملت معاه قبل كده لما اتاخرت عليه وخد الكرفان ومشي. وقتها ما كانش هينطق ولا كلمه وهينسى كل اللي عملته فيه، وكل اللي هيعمله هيحضنها وبس بدون ما يسالها في اي حاجه، وده لانه كان هيتجنن عليها، بس للاسف هي ما عملتش كده، وحس انه شايف واحده قدامه تانية خالص غير البنت اللي عاش يحب فيها، لدرجه انه اختلطت عليه الامور وما بقاش عارف الوقت اللي قضوه مع بعض في المصيف ده حلم ولا واقع. وفي نفس المقابله غير كلامه لانه مازال برضه بيحبها، بس برضه مش قادر يسامحها على اللي عملته فيه، بس كل اللي عمله انه اتاسف لها، انه شتمها وهزقها، وانه كمان رمى الكاميرات في وشها، وده كله بس عشان حس انه خوفها لما اتعصب عليها وزعق لها في الاسم وبره، لانه مش قادر يستوعب اللي هو فيه. وهي كمان لما رجعت بيتها بدات تتصرف تصرفات غريبه وتشغل موسيقى وترقص في اوقات اغرب، لدرجه ان الكاتب استغرب اللي هي بتعمله. ولما شاف اوراق شغلها بره اللي بتتعب فيه جدا بدون اي مقابل، فحس ان قله الشغل هي اللي بتعمل فيها كده، وعشان كده راح له جون ورين وحكى لهم على اللي بيحصل منها، وانها بتتصرف اليومين دول تصرفات غريبه. واولهم لما كانوا بيشوفوا فيلم مع بعض، وبالرغم ان الفيلم ما فيهوش اي مشاهد تعيط كانت بتعيط برضه. والاغرب كمان سمعها بتكلم نفسها في الحمام، وقتها كانت بتقول لجي انا اسفه وهفضل ندمانه لحد اخر لحظه في عمري على كل لحظه زعلتك فيها، وهو ده اللي كان نفسها تقوله له وقتها، بس للاسف ما قدرتش. وعشان كده ادى جون الفايل بتاع شغلها وعرض عليه يشوف لها شغلانه عندهم في الشركه، فخد الملف وراح اداها لجي، بس وقتها جي كان مشغول وما خدش باله، وفي نفس اللحظه دخل عليهم عميل عايز يشطب شقته، فجون اول ما شافه اتصدم، حتى العميل هو كمان بلم. واول ما قعد العميل مع جي وقال لهم انه متجوز ومخلف، فجون قال له يا ندل يعني بقى عندك طفله عندها 9 شهور دلوقتي؟ فجي استغرب اللي بيقوله لانه كده بيهزق العميل، اما رين ما سمتش عليه وجات لطشته بالقلم هي كمان، وطلع انه كان حبيب يون السابق وكانوا متفقين ان هم يتجوزوا، وقعدت تهزق في مراته كمان لانها اتجوزته في نفس اللحظه اللي كان فيها خاطب يون، واتعصبت عليه اكتر وهي بتقوله دمرتها باللي انت عملته فيها، وعشان كده اختفت عن الدنيا كلها لمده 3 شهور بسببكم، ومسكته هي وجون وموتوهم الضرب وفتحت عليهم كمان ازازه بيبسي. وبعد كل المدعكه اللي حصلت، جاي لما جه يطلع من المكتب شاف الكارت بتاع يون وافتكر انها نفس الاسم اللي كانت بتقوله رين، وهو نفس الاسم برضه اللي شافه في الاسم، فبدا يربط الدنيا ببعضها، وخصوصا انها اختفت 3 شهور واللي هي نفس المده اللي كانت معاه في المصيف، فبقى يتجنن مش مصدق لان طلع ابن عمه يعرف حبيبته. ولما طلع عشان يساله لقاه مشي، فرجع تاني بسرعه عشان يبص في الفايل بتاعها ولقى العنوان بتاعها هو نفس المكان اللي كان قابلها فيه بالعربيه وهربت منه، فعلى طول من غير تردد فكر انه يكلمها على رقم
رقم تليفونها، وفي نفس الوقت كانت بتتعارك هي والكاتب لانهم طول الوقت نائر ونقير. فاول ما رن عليهم اتاكد فعلا ان صوتها، بس اكتر حاجه صدمته لما سمع صوت الراجل اللي معاها في الشقه، فقفل معاه وهو مصدوم لدرجه انها طيرت النوم من عينه، وفضل طول الليل يفكر فيها لان جواه كميه غضب رهيبه بعد ما حس انها وقعت في حب جديد. وعشان كده صحى جون الساعه 4 الفجر من نومه عشان يساله عنها وعن سبب اللي عمله مع الزبون في مكتبهم، فحكى له قصتها كامله واتاكد منه انها اتخانت من حبيبها، وعشان كده راحت المصيف وقابلها هناك. ولما راحوا لها شغلها الجديد عشان يواسوها اتفاجئوا كمان انها انطردت من الشغل وعشان كده اختفت عننا خالص. فبدا جاي يحس بيها وقد ايه اتمرمطت في حياتها بعد ما حبيبها خانها وكمان انطردت من شغلها. وجون قال له ان هم عاملين حفله عندها وعرض عليه انه يجي، ففرح وما صدق وكان عايز يروح، بس عمل نفسه مش فارق معاه الموضوع. ولما جون حس انه محروق قال له يا عم ما تقلقش خالص، ده عايشه هي وصديقها في نفس الشقه. فساله بصنعه لطافه اذا كانوا بيتوعدوا ولا حاجه، فقال له يا عم مستحيل دول اصدقاء. فانبسط وتكيف اكتر وعلى طول ما كدبش الخبر وراح لهم الحفله وقعد يظبط القصه ويتكيف قبل ما يطلع. فيون اول ما عرفت من جون انه طلع اتصدمت لانه كان نسي يقول لهم انه جاي، ولسه كانت عايزه تطلع تجري تستخبى بس للاسف ما لحقتش لانه كان وصل بالفعل. فكان هيبقى شكلها غريب وتتكشف لو سابته ومشيت، وخصوصا ان كل اصحابهم ما يعرفوش حاجه عن قصتهم، وسلم عليها عادي كانه ما يعرفهاش وعرفها بنفسه كمان قدامهم. ولانهم طولوا في السلام وقعدوا يبصوا لبعض فجون قال لهم ما كفايه كده يا جدعان تعبنا من الوقفه. واكتشف كمان انه قلع الختم بتاعه، فقال له قدامها خلصت منه لان للاسف كل حاجه طلعت مزيفه، ولان الكاتب كان شاف الخواتم اللي معاها فسالها عليها قدامهم كلهم، فتوترت وسابتهم ودخلت وعملت نفسها داخله الحمام، وهو كمان لانه رايح لها دخل وراها وعمل نفسه داخل الحمام برضه، وخصوصا لما عرف انها كانت قريبه من قريبه ودخل لها لانه كان نفسه يسمع منها كلمه تهد النار اللي جواه او تشرح له السبب انها كدبت على اصحابها بخصوص علاقتهم او على الاقل سبب انفصالهم بالطريقه الزباله دي. واكتر حاجه عصبته لما اتاكد انها كانت مخبيه نفسها عنه حتى بعد ما عرفت ان جون قريبه، وحكى لها قد ايه كان بيدور عليها ومجنون عليها، بس برضه ما نطقتش ولا كلمه وما خدش معاها لا حق ولا باطل. فبدا يتاكد ان اللي قدامه فعلا يون مش سيون البنت اللي حبها، لان سيون كانت طول الوقت فرفوشه معاه وكمان كانت صادقه جدا في مشاعرها معاه، وعشان كده كمان اتهمها انها جبانه لانها سابته بالطريقه دي. فانهارت من العياط وهو بيقول لها انت كدابه ومزيفه. وبعد ما سابها ومشي انهارت اكتر من العياط وخدت شنطتها ومشيت لوحدها في الشارع، واتفاجئت بالمجنونه مقابلها في الشارع وماشيه تتطوح ومش شايفه قدامها، وهي اساسا بتكره يون لانها مفكراها خدت حبيبها منها. وسالتها يون رايحه فين، فقالت لها رايحه للكاتب، وده لان ابوها طردها من البيت لانها طول الوقت مقضيها سكر وعربده في الشوارع. وقالت لها انها لسه بتحب الكاتب وعمرها ما نسيته لانه قال لها قبل كده ان هم حتى لو انفصلوا لو جيتي في يوم واشتقت لوالدتك هتلاقي بيتي مفتوح لك في اي وقت، وعشان كده هي لسه بتحبه. ولما يون قالت لها ده راجل محترم فتعصبت عليها وقالت لها انت اكيد معجبه بيه ولو فكرت بس تتجوزيها هقتلك بنفسي. بس يون قالت لها نفس الكلام اللي قاله لها قبل كده وانها برضه بتحبه كصديق وان كل الكلام اللي في دماغها ده في الفاضي. ويون سابتها وراحت ركبت الباص لانها كل ما بتشرب وتسكر بتعمل كده، وافتكرت لما كانت عامله لحبيبها مفاجاه، بس الصدمه الاكبر انها لقت معاه واحده فاتصدمت اول ما شافتهم مع بعض، وبكل بجاحه قال لها ما بقتش احبك فحل بقى عن دماغي وسيبيني لانك بجد بقيتي ممله جدا وعاديه وبقيت احس بالخنقه وانا معاكي. فانهارت من العياط بعد صدمتها فيه، وبعد ما خرجت من عنده رمت تليفونها في الزباله عشان ما حدش يقدر يوصل لها، وخصوصا كمان لما راحت تستلم الشغل الجديد لقتهم طردوها اساسا من قبل ما تستلم، وده لانهم وظفوا واحده تانية كانت معاها في نفس المقابله وفضلوا الموظفه التانية عنها لانها برضه كانت عاديه جدا. وبعد الصدمتين اللي في نفس اليوم خيانه حبيبها وطردها من الوظيفه ركبت الباص وهي منهاره من العياط لدرجه انها ما بقتش عارفه هي رايحه فين، لحد ما لقت نفسها قدام الشط في المصيف، وهناك قابلت صاحب المطعم ومراته، واول ما عرفت ان هم عايزين موظف فطلبت انها تشتغل معاهم. ولما وافقوا سالوها عن اسمها فترددت وما بقتش عارفه تقول لهم ايه، ولما حسوا بيها قالوا لها قولوا لنا اي اسم ناديكي بيه مش شرط اسمك الحقيقي. فاول اسم جه على بالها كان اسم سيون، وهي نفس الموظفه اللي اشتغلت مكانها واللي كانت في المقابله شعله نشاط وطاقه لدرجه انها كمان رقصت في المقابله عشان تظهر لهم امكانياتها في قدرتها على التسويق للعميل. اما هي وقتها كانت حزينه ومكسوفه ومصدومه جدا من اللي بتعمله سيون، وعشان كده قررت انها تنسى شخصيتها القديمه وتبدا بالشخصيه الجديده سيون. بس للاسف من سوء حظ جاي انه قابلها في نفس التوقيت ده ووقع في حبها كمان. وحتى لما رجعت سول بعد ما سابها جاي كانت مرتبه نفسها انها تقابله وتحكي له الحقيقه، بس اول ما شافته منتظرها في نفس المكان اتسمرت مكانها وما قدرتش تروح له لانه للاسف حب شخصيه مزيفه، ولانها كانت خايفه جدا من رد فعله سابت له رساله انها تسرق الكاميرا لانها بقت عايزاه يكرهها ويفضل يشتم فيها لحد ما ينساها تماما. بس للاسف العكس اللي حصل،
وفي النهايه حست انها كسرت جاي، وده لانها اتعرضت للخيانه قبل كده وحست باللي هو حاسس بيه دلوقتي. والمفاجاه انها لما صحت من النوم اتفاجئت لما لقت نفسها نايمه في اوضه، والصدمه الاكبر لما فتحت الباب اتفاجئت ان جاي هو اللي بره وبيجهز لها الفطار، وده لانها قبل ما تنام بعتت رساله لجاي، بس وقتها ما كانتش شايفه قدامها، وبتقول له في الرساله يا وغل بدل يا وغد، ازاي كنت قاسي عليا كده لهذا الحش وتقصد الى هذا الحد. فاستغرب الرساله لانه ما يعرفش صاحب الرقم، فاتصل عشان يفهم ايه القصه، لقى سواق الاتوبيس هو اللي بيرد عليه وقال ان التليفون ده بتاع واحده، وقال له كمان على اسمها، واول ما اتاكد انها هي طلع لها بسرعه عشان يجيبها. فبقت قاعده في الاوضه مصدومه ومش عارفه تتصرف ازاي، وفكرت انها تتسحب وتهرب من غير ما يشوفها، بس هو لمحها وهي بتستخبى وفضل واقف جنبها وهي مستخبيه عشان يعرف اخرها ايه، لانها واضح انها هبله قوي. واول ما الكاتب رن عليها عشان يطمن عليها، وده لانها بايته بره البيت، ففاجئها وقعد جنبها وخد منها كمان التليفون وكلمه، وقال له انها دلوقتي في اجتماع ومش هتعرف ترد عليه. فتعصبت وقالت له ايه الوقاحه دي؟ فقال لها تعليمك ده انت ابو الوقاحه كلها، ويلا ناكل سوا عشان انا جعان. بس هي طبعا مصدومه ما قدرتش تاكل، وسالته ازاي وصلت هنا لانها طبعا مش فاكره اي حاجه. فحكى لها القصه اللي حصلت كلها، وقال لها والله فكرت اسيبك هناك بس للاسف البرد كان قاسي، فشلتك وحطيتك في عربيتي ومن عربيتي لسريري لحد ما قطمت ظهري، وواضح كده انك كنت عايشه ولا على بالك، وعشان كده ربربت وتخنتي. ووراها الرسائل بتاعتها اللي كانت بعتها له، وقال لها انا عايزك تفهميني معنى الرسائل دي. فاتصدمت اول ما شافت الرسائل بتاعتها، وكانت بتقول له فيها يا حقير ازاي كنت قاسي معايا كده؟ يعني انت دخت لحد ما لقيتني واول ما تقابلني تشتمني؟ ده انا كنت حتى مسجله رقمك بقلوب وحياتك لمسحها من تليفوني وهمسح رقمك كمان. وقعدت تقول له هي حزينه انا حبيتك وكنت مشتاقه لك قوي. فاتصدمت وهي بتبص له وتبص للرسائل لانها مش عارفه تفسر له ازاي. فسالها عن الصور وليه طبعتها، واذا كان السبب انها اشتقت له، بس كدبت وقالت له انها ذكرى بالنسبه لها وعشان كده طبعتها. فقال لها انه عايز زي المجنون من ساعه ما بعدت عنه، وافتكر ان سبب تاخيرها في الاتصال بيه انها عملت حادثه ولا دخلت مستشفى، بس هي صدمته بردها اكتر وقالت له على ايه ده كله؟ ما انا قلت لك اني سرقت الكاميرا بتاعتك، فالمفروض تفهم ما بين السطور. وياما حصلت علاقات عابره في الرحلات، بس لما بنرجع تاني لحياتنا بننساها ونكمل حياتنا عادي، فانت ليه مكبر الموضوع قوي كده؟ فاتصدم من ردها ولا انت بجد نسيتيني؟ ومعقول كل اللي حصل بينا ده بقى مجرد ذكريات؟ فسكتت وما ردتش عليه لانها عايزه تكرهه فيها على قد ما تقدر، وقالت له لازم تنساني لان انا يون واللي حبيتها كانت سيون، ودي شخصيه انا صنعتها بنفسي، يعني من الاخر مش انا، ولما حبيت نسختي المزيفه، بس في الواقع انت ما تعرفش عني اي حاجه، لا تعرف مشاعري ولا شخصيتي ولا افكاري ولا تعرف انا بحب ايه. وسابته ومشيت من تاني، فقعد حزين ومش عارف يعمل ايه، وهي كمان خرجت بره وهي حزينه. واول ما حس ان الدنيا بتمطر بره فخد شمسيته وطلع يجري وراها عشان يلحقها، ولقاها واقفه في جنب بعيد عن المطره، فراح لها وقال لها تعالي يلا عشان اوصلك. ولما رفضت خدها بالعافيه، واول ما ركبت جنبه في العربيه واطمن قام نايم الكرسي لورا وقال لها ما بعرفش اسوق في المطره لان ده بصراحه خطير عليا. فاتعصبت وكانت هتنزل من العربيه، بس هو منعها تنزل وهو بيقول لها واضح ان يون ريحه الغضب. كانت سيون عصبيه برضه بس كانت لطيفه، وفضل حاطط ايده على خده وهو متنح لها في العربيه، فتوترت وقالت انها تشغل الراديو، فقلب فيها عيل وقال لها اياك تلمسيها ده عربيتي. فاستغربت رد فعله وقالت له هو انت نرفوز دايما كده ولا ايه؟ فقال لها ده طبعي لما يكون مزاجي متعكر، انما لما بحب بجد وسعي لي بقى بكون شخص قمه اللطافه. ويا ترى انت بقى بتكوني عامله ازاي في الحب؟ فقالت لنفسها عليه ده سخيف، وعشان كده هي حبته. وهو كمان بقى مستغرب نفسه وعمال يبص لها لانه لحد دلوقتي مش قادر يكرهها، وهو امنيته حياته انه يكرهها بس مش قادر، وفضل قاعد طول الوقت مبسوط انها جنبه. ولما المطره وقفت وصلها لبيتها، ويا دوبك وصلها ولسه هيودعها، فالحبايب كلها بدات تهل وقعدوا يبصوا لهم هما الاثنين ومستغربين وجودهم مع بعض في الوقت ده. فجي لحق الموقف وكذب وقال لهم ان هما كانوا في اجتماع واضطر يوصلها، فشكرته ولسه هتدخل اتفاجئت ان ريم بتعزمه عشان يفطروا سوا، ففرح جدا بالعزومه. انما هي اتصدمت وقالت لا بلاش تزعجيه ده راجل مشغول، بس هو صدمها وقال انا جعان وعايز اكل، فحبت تأدبه عشان بيعاند معاها. ولما جت تقدم لهم الاكل قدمت له الطبق بتاعه ارداحي خالص عكس ما كانت بتعمل معاه في المصيف تماما. فقعد يبص لها وهو مصدوم، وهو بيبص للاطباق التانيين لانه شايف انه قل واحد فيهم. ويا دوبك الكاتب بس قال لها ان الملك هيرفع الايجار، انفجرت في وشه زي الانبوبه وهي متعصبه لدرجه ان الاكل طار من بقها ولزق في وش جاي، فبقى قاعد قرفان ومخنوق وهي لسه برضه عماله ترفص بالكلام. فقعد يبص لها وهو مصدوم وخايف منها لانه حس انها زي ما كانت اتحولت، وهو بيقول لنفسه ده اكيد مش البنت اللي حبتها ولا حتى يون اللي بيقولوا عليها طيبه القلب. انا بجد مش قادر افهم الشخصيه دي خالص. ومع ذلك لما رجع الشركه دخلت عليه السكرتيره وقالت له ان الملف بتاع يون ممتاز وهي اكفأ واحده للشغل، فبقى قاعد مبسوط ومتكيف ان هم اخيرا هيشتغلوا مع بعض. ولما رجع البيت من تاني قعد يبحث عن الحساب بتاعها باسمها الجديد طبعا عشان يلاقي المفاجاه، وكان اولهم مع الكتاب اللي مصوراه على حسابها واللي هو نفس الكتاب اللي كان بيقراه لما كانوا في المصيف. فبقى قاعد مصدوم ومستغرب لانها طول الوقت بتحسسه انها نسيته. ولقاها كمان نشر ذكريات الالعاب الناريه وبتقول انها فاكره الذكريات دي باللحظه والدقيقه، ووقتها كانت طايره من السعاده لحد ما في النهايه اتحولت لحلم. ولما حتى جت تقدم على شغل واترفضت
كانت مكتئبة جدا وخايفة، بس اللي شجعها ومخليها مكملة الذكريات اللي عاشتها معاها تحت المطرة وكأنهم لسه أطفال، لأن الذكريات دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليها فرحانة. وفي عز الليل ركب عربيته وراح لها بعد ما اتأكد إنها ما نسيتوش ولا لحظة ولسه بتحبه زي ما هو بيحبها، بس في حاجة غامضة مش قادر يفهمها. وأول ما وصل عند بيتها كانت هي بتستلم طرد في الشارع، والمشكلة إنه لما جه يركن عربيته حضن على عربيتها قوي فكسر المراية بتاعة العربية، فبقى واقف هيتجنن لأنه خبطها، وهو بيقول لنفسه هقول لها إيه دلوقتي، وما يعرفش إنها واقفة وراه بتقول له يا ابن المجنونة. وأول ما اكتشف إنها واقفة وراه قعدوا يخبطوا في بعض شوية حلوين، وهو بيقول لها إيه المشكلة يعني إن خبطتك، ما أنت مراتي في الآخر. ولأنها اتعصبت عليه لما قال لها الكلمة دي فقال لها ما أنت السبب من الأول، ما أنت اللي غرغرت بيا لحد ما جبت رجليا، ولأنه عصبها بكلامه فضربت عربيته بالرجل، وفي اللحظة دي وقع الخاتم منها لحد ما بقى عند رجل جاي، فاتصدم أول ما شاف الخاتم لأنه اتفاجئ إنها محتفظة بالخاتم بتاعه واللي كان رماه في المية بنفسه، فاتصدمت هي كمان لأنها اتفضحت. ولما جت تشيك على الخاتم التاني وقع منها هو كمان، بس قبل ما يمسكه هو كمان حطت رجليها عليه، ولانه شك ان هو الخاتم بتاعها وهي كمان لسه مصره على الكذب والمقاوحه فشالها خالص من على الخاتم عشان يتاكد اذا كان هو. واول ما شافه اتاكد انه فعلا خاتم الجواز بتاعهم، فبقى واقف يبص لها هو مصدوم لانها لحد دلوقتي برضه مصره تنكر، وحاولت تاخده منه بالعافيه فثبتها قدامه وقال لها انا عايز افهم ايه القصه بالظبط، وليه مصره انك تعذبيني، انت ليه كدبت وقلت انك نسيتيني وانت اساسا لسه محتفظه بالخاتم بتاعك. وقال لها انه عرف كل حاجه وانه متاكد انها بتحبه زي ما هو بيحبها، ومع ذلك فضل يصر عليها ويلح عليها عشان يسمعها منها وهي طالعه من قلبها، بس برضه فضلت متوتره وما اتجرأتش بس لما بسته. فالبرنامج اخيرا جمعهم مع بعض بعد اللي حصل، وقتها كان رايح طاير من السعاده بعد البوسه، وهو بيقول لهم انا بحب البوس قوي، بس يا عيني ما لحقش يفرح بالبوسه لانه اتفاجئ انها متعصبه وندمانه انها عملت كده، فبقى قاعد هيتجنن وهو بيقول لها ولا انا سمعته ده حقيقي، انت يا بنت الناس هتطير البرج اللي في عقلي، واتعصب واتنرفز عليها، وهو بيقول لها انت اساسا اللي بوستيني الاول وانت كمان اللي بدات لما كنا في المصيف، فعصبته اكتر وقالت له معلش كنت مجنونه، فقال لها لا ده مش جنون ده انت واقع في حبي، وقعد يوري البرنامج الخواتم وانها نزلت في عز البرد عشان تجيب الخاتم اللي رماه، فقالت له ندمت ندم عمري اني طلعته من الميه وبوستك، وهو قاعد بيسبحها كان هيجيله جلطه، وقاعد يشهد على المصورين والموجودين كلهم وقال ايه تبوسني الاول ودلوقتي ندمانه وما تعرفش باللي بتعمله ده بتكسر قلبي، والله شكل كده هقوم ابلغ عنها شرطه الاداب عشان ياخدها ويرتاح منها. ورجع البيت وهو هيموت نفسه لحد يعني ما جاله صداع في دماغه لانه ما بقاش عارف يعمل ايه مع بنت المجنونه دي، ويا ريت منكم حد يقول له طريقه وانا خليها تبكي بدل الدموع دم. ولما قالوا له شوف واحده تانية وحبها يمكن تغير وترجع لك، فقال لهم ما اقدرش احب واحده تانية في الوضع الزباله اللي انا فيه دلوقتي، انا لسه بحبها ومش قادر انساها. ولانه خلاص هيتجنن لوحده ومش عارف يعمل ايه فقرر يتصل عليها ويكلمها، ومن خنقته منها بقى مسماها الحمقاء المجنونه، وهي اساسا في الوقت ده كانت نايمه وبتشخر، واول ما عرف انها نايمه فقال لها اما انت جبله ازاي نايمه في الوضع اللي انا فيه دلوقتي، ازاي جالك نوم يا قادره، فقفلت في وشه السكه ونامت تاني، فبقى قاعد على السرير مش مصدق اللي بيحصل له بعد ما قفلت الخط في وشه، ورن عليها تاني لحد ما صحاها وبرضه قاعد يشتم فيها، فقفلت الخط في وشه تاني فرن عليها تالت واعصابه بايظه، واول ما ردت قال لها اياك تقفل الخط في وشه تاني، ده كمان قاعد يترجاها، فتعدلت له بقى وتربعت له عشان تقول له الكلمتين اللي عندها، وهي بتقول له انت عارف انك مجنون، فقال لها ما كله بسببك، وسألها إذا كانت ندمت إنها عرفته، وفضل قاعد مبرق وهو منتظر الإجابة، بس هي قالت له إنها مش ندمانة إنها عرفته، فقال لها وأنا كمان عمري ما ندمت إني عرفتك، فبدأت تحكي له كل اللي جواها بصراحة، وقالت له لما كنت معاك حبيت كل لحظة وعملت حاجات كتير كان نفسي أعملها وعمري ما جربتها قبل كده، ولما حسيت قد إيه حبك ليا وقتها كنت مبسوطة جدا بيه لأنه جالي في وقت كنت محتاجاه، وكنت عايز أكون إنسانة جديدة ومحبوبة من كل اللي حواليا، ولأنها لحد دلوقتي تايهة بين الشخصيتين اللي عاشت فيهم معاه، طلبت منه يديها فرصة لحد ما تلاقي نفسها الحقيقية لأنها محتاجة تهتم بنفسها أكتر وأكتر كمان من حبها ليه، فقرر بينه وبين نفسه انه يهدى عليها خالص وكانه بيتعرف عليها من اول وجديد. وتاني يوم جاب لها الشنط اللي كانت سايباها عنده في بيته وقال لها خلي بالك من نفسك، ولانها سكتت فقال لها مش هتقولي لي انا كمان ولا ايه، فقالت له ما تفضها سيره بقى ما احنا هنشتغل مع بعض وهنتقابل في الشغل، اما الضيعه دي فالاول مره تعقل، وقابلت الكاتب المره دي بكل ود وحب لانه ياما واقف جنبها وسمع لها، وخصوصا لما كانت والدتها بتوحشها فبتقعد كتير تتكلم عن والدتها، وعشان كده قابلت رجاله كتير بعده بس ما قدرتش تنساه، وكل زعلها منه انها لما سابته وبعدت عنه ما حاولش يرجعها، وانتظرته كتير عشان يروح لها ويترجاها ان هم يرجعوا لبعض، بس للاسف ده ما حصلش، وعشان كده قررت انها تنفصل عنه تماما حتى لو اشتقت لوالدتها مش هتروح له، وانفصلوا عن بعض المره دي بس بكل ود. ولما رجعت البيت يوم قررت انها تحكي لهم الحقيقه لانهم اعز اصحابها واكتر حد وقف جنبها في محنتها، وقالت لهم انها سيون
وانها نفس البنت اللي سرقت الكاميرا بتاعت جاي، واعتذرت لهم وهي منهارة من العياط انها كدبت عليهم، وهي بتقول لهم انها مش قادرة تتغير وانها نفس الشخصية الغبية بتاعت زمان. بس رين سندتها وقالت لها انت عمرك ما كنت غبية، بالعكس كنت لطيفة وحنونة، وكنا بنحب شخصيتك القديمة جدا، وكمان عجبتنا شخصيتك الجديدة، فلازم تفوقي لنفسك وتركزي، لان شخصيتك القديمة والشخصية الجديدة هم نفسهم يون. وقاموا هما الاتنين يطبطبوا عليها عشان يواسوها، وهم كلهم منهارين من العياط. وتاني يوم راحت الشغل عند جاي وهي بتحاول تدي لنفسها الثقة والشجاعة بعد كلام صاحبتها ليها، وبدأت تقتنع ان الشخصية القديمة والجديدة هي نفسها يون، وان وارد البني ادم يغلط ويعك الدنيا، بس لازم يعافر ويقوم من تاني وما يستسلمش للاحباط والفشل. ولما دخلت الشركة واشتغلت مع جاي بدأ يتعامل معاها طبيعي جدا، بس هي اللي فضلت طول الاجتماع مركزة معاه لدرجة ان جون نفسه خد باله، فاتصدمت ان عيونها مفضوحة قوي كده. وحتى لما هي وجون راحوا له وجون قالوا ان هم هيتغدوا عند رين، فتعامل معاها طبيعي جدا، لا وكمان طنشها وما بقاش يهتم بيها لحد ما هي اللي خدت بالها واستغربت معاملته ليها، فرجعت البيت وهي متوترة وقلقانة بسبب تغيره المفاجئ معاها، وعشان كده رنت عليه. بس هو اول ما شاف رنتها قال غبية وكنسل في وشها ومرضاش يرد عليها، فاتصدمت لانه اول مرة يعمل معاها كده، بس هو كان متعمد يعمل معاها كده لانها لحد دلوقتي لسه بتكابر ومش راضية تعترف له بحبها. وفي حفلة منظماها الشركة قال كلمة، بس الكلمة دي وجعتها حبتين، لانه قال انه عنده مبدأ ماشي عليه في شغله وفي حياته، ان الصدق دايما هو اللي بيفوز، وعشان كده لما بيدخل في علاقة مع ناس تانية بيحاول على قد ما يقدر انه ما يخيبش ظنهم فيه لانهم ائتمنوه ووثقوا فيه. فزعلت لانها حست الكلام متوجه ليها، وعشان كده قابلته بعد الحفلة وقالت له انها لحد دلوقتي لسه تايهة ومش قادرة تعرف هي مين بالظبط، بس الاكيد انها مش سيون اللي عرفها، وخايفة انه يوم ما يعرف حقيقتها يندم انه عرفها، لانها دايما حاسة نفسها جبانة وغبية، ومن النهارده مش هتظاهر ان قوية تاني لان حالتي بالبلا وطول الوقت خايفة ومتوترة. فيا ترى بعد كل اللي حكيته لك عني ده لسه موافق تحبني؟ ولانه بيحبها ومجنون بيها فقبلها بكل حالاتها، وطلب منها كمان ان هم يتوعدوا من اول وجديد. وبكده بدأت قصة حبهم الجديدة مع بعض، وهم بيبدأوها مع بعض بكل ثقة وصدق مع دعم جاي ليها بسبب حبه وجنونه بيها. وبكده تخلص قصتنا على اجمل قصص الحب، واتمنى يكون الملخص عجبكم، وانتظرونا في قصة جديدة ان شاء الله. سلام.